يا جماعة، ياه حمد لله، بس حمد لله على السلامة. تعالوا بقى ندب في التاريخ. عارفين ندب في الدب؟ احنا هندب في التاريخ دلوقتي، ومع أول درس من التاريخ أنا عايزك كل اللي تعمله إنك تريح دماغك وتفس دماغك على الآخر، عشان احنا التاريخ هنقصقص القصص مع بعض. تمام؟ هنبدأ دلوقتي مع أول درس عندي، وهو بعنوان مصر بين المماليك والعثمانيين. ودايما أقول لك إيه يا وحش يا قنبلة الجيل انت وهو، ان التاريخ هنكمل من اخر حاجة خدناها. واحنا عايشين فين؟ عايشين في مصر، فاحنا هنتكلم عن بلدنا مصر. طب تعالى نفتكر اخر حاجة خدناها في سنة تانية لما كنت بنبين وقبل ما تبقى شهادة. كنت اخد مصر برضو على فكرة، واخر دولة خدناها كانت دولة المماليك. طب ايه رأيك بقى ان مصر هتتحول من المماليك وتروح لدولة جديدة وهي الدولة العثمانية؟ يا مستر، فاحنا هناخد مصر بقى بين المماليك والعثمانيين. ده أول درس، ازاي مصر هتتحول من انها تبع دولة المماليك لتبع الدولة العثمانية. عمرك شفت حد بيشرح لك العنوان؟ أخوك القطب بيشرح العنوان. فيلا بينا نعرف الحكاية جت ازاي. بص يا سيدي، الحكاية جت إن في أواخر القرن ال15 وأوائل القرن ال16. شايف ال15 دي نقص منها واحد يبقى في أواخر 1400 وبدايات 1500 العالم الإسلامي، الدول الإسلامية كلت في بعض. حصل صراع في العالم الإسلامي. كل ده كده كانت دول إسلامية. يعني هنا كم دولة مستر؟ 3 دول. الصراع ده ثلاثي: مماليك، صفويين، عثمانيين. تاني 3 هيتعاركوا مع بعض: مماليك، صفويين، عثمانيين. في آخر العركة مصر هتتاخد من المماليك تروح للعثمانيين. طب تعالى نعرف مين اصلا المماليك ومين الدولة اللي في النص دي، ايش دخلها. هتعرف لانها هتخش في الصراع ده. ومين العثمانيين. نبدأ بالمماليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى الصراع اللي في اواخر القرن ال15 وبداية القرن ال16 صراع ثلاثي اسلامي: مماليك، صفويين، عثمانيين. نبدأ بالمماليك. بص يا سيدي، دولة المماليك أو المماليك دول اللي كانوا عايشين في مصر، وهم بالمناسبة كانوا جايين مصر كجنود. هوب واحدة واحدة كبروا وسيطروا على مصر وعملوا دولة في مصر، واتسمت باسمهم دولة المماليك. هي اللي بتحكم مصر، بلدنا يا بلدنا يا حلوة. مش من أولها بقى. بص، مصر المماليك ضمت مصر، الشام، الحجاز، والساحل الشرقي لقارة افريقيا المطلة على البحر الاحمر. مصر، الشام، الحجاز يعني مصر، والشام اللي هي سوريا ولبنان والاردن والكلام ده كله، والحجاز اللي هي السعودية، وبقيت مصر من تحت اللي هي شرق افريقيا. تمام؟ ما دي كده كده مصر. استنى ده احنا هندب في الدب اهي. يبقى المماليك قامت في مصر، قشطة قشطة، وراحت اخده كمان بقيتها من تحت. فده الساحل الشرقي لقارة افريقيا المطل على البحر الاحمر، او شرق افريقيا على البحر الاحمر. محدش هيحفظها لك كده. وخد كمان عندك الشام، وخد عندك كمان الحجاز، واخدت حته من هنا. دوله كانت قويه جدا جدا قبل ما نوصل للتاريخ المشؤوم اواخر القرن ال15. الفتره بقى اللي انا جاي اكلمك عليها اثناء الدرس ده. احنا كنا بنحكي بس، احنا بنرجع فيدباك لورا نعرف مين هم المماليك. قلت لك هتحصل عركه دلوقتي بين 3: مماليك، صفويين، عثمانيين. طب تعالى نعرف المماليك دول كان وضعهم ايه. نرجع بالزمن ورا شويه. قلت لك والله المماليك دي دولة إسلامية قامت في مصر، ضمت الشام، ضمت الحجاز، ضمت شرق أفريقيا على البحر الأحمر، وكانت قوية جدا جدا لحد التاريخ المشؤوم أواخر القرن ال15. تعرضت المماليك لأي أزمة. أزمة إيه يا مستر؟ قلبية؟ لأ، أزمة مالية اقتصادية وكمان سياسية أدت لضعف القوى العسكرية. حصلت لها مشاكل. زي كده الراجل الغني اللي معاه فلوس وسلطة وجاه، هوب مرة واحدة البنك يحجز على فلوسه، فالراجل القوي ده يضعف لحد ما ينهار ويموت. هو ده اللي يحصل مع المماليك. يبقى المماليك في أواخر القرن ال15 أزمتين: مالية اقتصادية وسياسية. طبعا أنا واحد فلوسي تنهار، سياسيا ضعيف،
فساعتها طبعا هتحصل لي ازمه عسكريه. طب بما تفسر يا مستر؟ ادي اول سؤال عندي، يجي يقول لك تعرضت دوله المماليك لازمه ماليه وتدهور اقتصادي. ايه اللي هيخلي دوله بقوه المماليك يحصل لها ازمه ماليه وتدهور اقتصادي؟ ايه اللي هيخلي المماليك يحصل مشكله في الماني ماني 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 ماني؟ ارجع معايا بقى لسنه 1498 في اواخر القرن ال15 اهو. ايه اللي حصل؟ بسبب اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح. ايه ده مستر؟ بص يا سيدي، المماليك زي ما انت شايف دولتهم في نص العالم في مصر، وكان اللي رايح واللي جاي بتجارة بيعدي على مصر، والمماليك بيدفعوا ضرايب وجمارك بص يعني بالهبلة. فلحد ما جالي ناس اسمهم البرتغاليين، قال لك بقول لك ايه، احنا هنكتشف طريق جديد ونكبر من طريق مصر ده، وكده كده الطريق ده معروف من زمان ولكن محدش كان بينزله كتير او محدش قدر يلفه. فالبرتغاليين لفوا حول قارة افريقيا، ومن افريقيا طبعا المحيط الاطلنطي، قال لك طول ما احنا جنب الساحل الدنيا زي الفل، وصلوا لراس افريقيا. فلما وصلوا هنا ولقوا نفسهم فعلا داخلين على المحيط الهندي، قال لك بس كده كده هم عايزين يوصلوا للهند، دي كده الهند يا جماعه، السبعه دي الهند. قال لك بس كده احنا هنروح لاسيا من غير ما نعدي على مصر، هنلف حوالين افريقيا. ده طريق سموه رأس الرجاء الصالح، The God of Hope. ده كده بالنسبه لي الراس اللي هتخلينا اوصل لافريقيا من غير ما اعدي على مصر. وفعلا كل الفلوس اللي كانت بتيجي للمماليك ما بقتش تيجي. كأن انا فاتح محل ومكسر الدنيا، جه محل جنبي هوب كل الدنيا مني. فعشان كده المماليك اقتصاديا الفلوس اللي كانت معاهم ما بقتش موجوده. نفس الناس، ما هو خلي بالك، عدوك يتمنى لك الغلط وحبيبك يبلع لك الزلط. نفس الناس البرتغاليين راحوا داخلين معركة سنة 1509 ضد المماليك في عرض البحر المتوسط في ديو البحرية، مكان يتقابل الأسطول المملوكي والأسطول خلي بالك البرتغال كانت دولة قوية جدا، باكستان ما كانش موجود طبعا. فالبرتغال والمماليك دخلوا مع بعض معركة، في المعركة دي اتحطم الأسطول المملوكي، يعني السفن اتدمرت، بقت المماليك معاش سفن، عشان كده فلوسها راحت في البحر. انزل معايا مش عارف ايه، شوف الحاجة البضاعة والملاحة. فالمماليك انتهوا تماما اقتصاديا، الفلوس مفيش. يبقى لو قال لي بما تفسر الأزمة المالية للمماليك، هقول له حاجتين: طريق رأس الرجاء الصالح، معركة ديو البحرية، تحطيم الأسطول المملوكي في تحطيم الأسطول المملوكي في معركة ديو البحرية، واكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح. طب ده كده مستر اول مشكله للمماليك اللي هي اقتصاديه. امال ايه المشكله السياسيه اللي حصل لها؟ سياسيه يعني تبع النظام الحكمي. يعني المماليك يا حبيب قلبي اساسا مش بتوع حكم، دي ناس كلها حرب ودم وبهدله. فاربع حاجات كانت بين المماليك خلتهم من حاجه جامده لحاجه ضعيفه. اربع حاجات: فتن، ثورات، صراعات، اضطرابات. اكتب معايا: فتن، ثورات، صراعات. مستر اكتب كده بس، اكتب طبعا عيب عليك، انت معاك محمود قطب التاريخ ومنصة الخطة اللي بفضل ربنا السنة اللي فاتت خلينا، واسأل زمايلك، خلينا زمايلك يخشوا الامتحان من اول عندنا هنا اسكندرية، من اسكندرية هنا لحد اسوان، الحمد لله، خاصة اسكندرية خلينا الكل يخش يقفل. بس انت ركز معايا: فتن، ثورات، صراعات، اضطرابات. مستر بتيجي؟ والله بتيجي. يبقى لما يجي يقول لي المماليك ليه اتعرضوا لضعف، ليه الدولة اللي كانت جامدة ضعفت جدا؟ لأربع حاجات: فتن، بينهم مشاكل وفتن كتير، فالشعب ما سكتش، الشعب المصري متبهدل، بيتفرض عليه ضرايب فعمل ثورات. ايه كمان؟ صراعات على الحكم، مشكلة المماليك ان بينهم صراعات على الحكم. ده غير كمان فتن، ثورات، صراعات، فاضطرب الامن والوضع كان وحش جدا جدا. فبالله عليك دولة المماليك اللي انا كلمتك عنها دي عندها ازمة اقتصادية
وعندها أزمة سياسية، اقتصاديا بقت صفر وسياسيا هتبقى صفر، هل الجيش هيبقى قوي؟ لا. فلما يجي يقول لي ما النتائج المترتبة على الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية، أقول له أدى إلى ضعف القوى العسكرية. فما تنساش الصراع الثلاثي اللي بكلمك عليه ده المماليك هيخشوا فيه ضعاف جدا جدا جدا. يبقى نرجع كده لمرجوعنا تاني، قلت لك إن أنا هتحصل عركة دلوقتي بين 3 دول، فأنا بعرف دولة دولة لوحدها. بدأت بالمماليك اللي كانت جامدة جدا، بعد كده ضعفت جدا لأزمتين وعرفت سبب الأزمتين. طب تعالى بقى لتاني دولة وهي الدولة الصفوية اللي باللون الأصفر. هم حاجتين بس، دي دولة شيعية إسلامية برضو ولكن شيعة، قامت في إيران. كانت في إيران اللي هي كان زمان اسمها فارس، يعني ساعتها كان اسمها فارس، دلوقتي دولة إيران عاصمتها مدينة تبريز. بس كده مستر؟ بس كده، مش هعرف عنها حاجة. يبقى تاني دولة الدولة الصفوية قامت في إيران اللي كان ساعتها اسمها فارس، والعاصمة بتاعتها كان مدينة تبريز. مستر قولي حسونة، هي كانت قوية ولا ضعيفة الدولة الشيعية؟ لا، كانت دولة قوية إلى حد ما، لكن بعبع دايرته بيمشي بمطوته. هي الدولة العثمانية. الدولة العثمانية هي الضلع الثالث. يبقى احنا كده اتكلمنا عن المماليك، كانوا أقوياء جدا جدا وضعفوا. اتكلمنا عن الصفوية، قلنا نص نص. الدولة العثمانية، بص يا سيدي بقى، الدولة العثمانية هي دولة إسلامية أيضا ولكن غير عربية، مش عربية، قامت في أوروبا. اللي قوم الدولة العثمانية من زمان جدا شخص اسمه عثمان، جاي من اسمها عثمان بن أرطغرل. وفضل عثمان هو والخلفاء من بعده، أو سوري هو والسلاطين العثمانيين، هم مسلمين، يتوسعوا ناحية الغرب. فعملوا الدولة الكبيرة قوي دي، وكان حروبهم كلها مع الدولة البيزنطية المسيحية، لحد ما وصلت في أوائل القرن ال16 لهذا الرجل سليم الأول. سليم ده هو 9 سلطان عثماني، 9 واحد من عيلة عثمان. يعني عثمان لما مات حكم ابنه، لما مات ابن أفضل ماشي لحد سليم الأول. سليم الأول هو أول واحد يتوسع ناحية الشرق. يعني يا مستر، سليم ده اللي هو الدولة العثمانية قاعد هنا، قاعد في الأستانة، قاعد في اسطنبول اللي هي دلوقتي اسطنبول. كان كل جدوده بيتوسعوا كده او بيحاربوا في اوروبا. سليم قال لك لا، انا هروح ناحيه اليمين. الله، ليه يا سليم؟ ليه؟ ما هتروح كده هيصطدم بمين؟ بالدوله الصفويه والدوله المملوكيه. ما هو طول عمرهم بيحاربوا هنا، قال لك انا هنزل احارب هنا، يلا بينا. يعني هيحارب المماليك والصفويين. فأنا خدت سليم الأول على جنب، قلت له تعالى يا سليم، أنت ليه عملت كده؟ فسليم رد، أيوة يا ابني أنا من زمان جدا. فسليم رد عليا وقال حاجتين. أولا، بسبب التفوق الحضاري والعسكري للأوروبيين. رقم 1، قال لي أوروبا بقت جامدة جدا. أوروبا كانت في الوقت ده بدأت تتقدم جامد قوي، كانت ضعيفة الأول، دلوقتي بقت قوية. قال لي بسبب أنا أدركت خطورة التوسع، لأن أوروبا متفوقة عليا حضاريا وعسكريا. وإيه تاني؟ سليم قال لي بالأمانة. قلت له بالأمانة هات اللي في قلبك. اللي في قلب سليم الأول إنه عايز مصر. اشمعنى؟ قال لي مصر دي قلب العالم الإسلامي، واللي يسيطر على مصر يسيطر على العالم الإسلامي. عشان كده سليم كان عاوز يسيطر على مصر، لأن مصر في نص العالم الإسلامي، أدي أهي العالم كله هو. قال لك أنا الصراحة عيني على مصر. عيني عليك، أنا عيني عليك، ماشي. فقال لك أنا لو سيطرت على مصر، مصر القلب، لو أنا سيطرت على القلب سيطرت على الجسم كله. فده السبب اللي خلى سليم يتوسع ناحية الشرق. يبقى لو قال لي بما تفسر لماذا اتجهت الدولة العثمانية في توسعاتها نحو الشرق، هقول له حاجتين. أول حاجة، أدرك سليم الأول خطورة التوسع ناحية الغرب عشان ما يصطدمش مع أوروبا، لأن أوروبا متفوقة عليه حضاريا عسكريا. رغبة سليم الأول في السيطرة على مصر قلب العالم الإسلامي. يبقى سليم خايف من الأوروبيين وعايز يسيطر على مصر، لأن مصر هي القلب. وفعلا أول حد اصطدم بيه هي مين يا مستر؟ المماليك؟ لا، اصطدم بالدولة الصفوية. اصطدم بالصفويين. نزل سليم الأول سنة 1514 وحارب الصفويين في معركة اسمها معركة جلديران، منطقة هناك اسمها جلديران، سمت إيران دلوقتي، سنة 1514. إيه النتائج المترتبة على جلديران؟ 1، انتصار سليم، أنا قلت لك ده بعبع دايرته.
واحد، انتصار سليم الأول وهزيمة الصفويين ودخول سليم الأول مدينة تبريز عاصمة الدولة الصفوية. يعني سليم دخل الدولة الصفوية وقعد كمان في تبريز في العاصمة، يبقى كده الله يرحمها خلاص الدولة الصفوية. يبقى أول معركة حصلت في الشرق عندنا كانت معركة إيه؟ جلديران، صفوية عثمانية، صفوية عثمانية، انتصار العثمانيين وهزيمة الصفويين ودخول سليم الأول مدينة تبريز عاصمة الدولة الصفوية. حلو كده، سليم خلص على الصفوية. الدور على مين بقى؟ الدور على المماليك. حلو، واحنا عرفنا ممتلكات المماليك ايه؟ هو جاي من هنا صح؟ سليم الاول جاي من هنا، يبقى اول حاجه هيخش عليه هي ايه؟ الشام. على طول كده مستر خبط لزق؟ لا، سليم الاول في الاول كده لقى نفسه على حدود الشام اللي هي تبع المماليك، وهم زمان كانوا حبايب، كانوا شق، خلي بالك، شق الشقايق ولا ايه؟ ولا فقام سليم الاول بالاستيلاء على إمارة ذي القادر التابعة للمماليك وتقع على الحدود. سليم الأول اللي هي الدولة العثمانية هنا والمماليك هنا، فراح جاي سليم مسيطر على إمارة ذي القادر، إمارة كده صغنونة طول عمرهم بيتعاركوا عليها سليم أو المماليك والعثمانيين، فراح سليم هبشها منهم. مين اللي بدأ كده؟ سليم يا مستر. فهنا خرج بقى السلطان الغوري. ايه ده؟ مين يا مستر الغوري ده؟ ده حاكم المماليك، عشان يواجه سليم الأول. فهتحصل معركتين بين المماليك وبين العثمانيين، مرج ضابق والريدانية. تاني، يبقى هل كده الحكاية بدأت هبلة؟ لا والله يا مستر، دي بدأت بسيطرة سليم الأول على إمارة ذي القادر. هو اللي نكش، خلي بالك جت في الامتحان السنة اللي فاتت، سليم الأول نكش إن هو سيطر على ذي القادر، فالمماليك خرجوا كده قدام الناس، المماليك اللي بدأوا. إزاي يا مستر؟ ما هو سليم كان ذكي، ده خد إمارة، لكن هتحصل العركة. طب مرج ضابق، مين ضد مين؟ لو قال لي قارن عثمانيين ومماليك، مين سلطان المماليك؟ قنصوة الغوري. الغوري ده قلت لك هو حاكم المماليك، اسمه الغوري. يلا غوري من هنا امشي. فهو اسمه الغوري. لكن مين سلطان العثمانيين؟ سليم الاول، لسه قايل لك عليه. طب مرج ضابق دي فين يا مستر؟ في الشام. مرج ضابق في الشام. مين اللي كسب يا مستر؟ سليم الاول. يبقى النتائج المترتبه على مرج ضابق: 1. انتصار العثمانيين، 2. هزيمه المماليك، 3. اصبحت الشام ولايه عثمانيه. انا وانت بنتعاركوا على ده، فانا كسبتك هاخده منك. هكذا المماليك والعثمانيين بيتعاركوا فين؟ مرج ضابق في الشام. مين اللي كسب؟ العثمانيين. تبقى الشام اصبحت ايه؟ ولايه عثمانيه. يعني ايه ولايه عثمانيه يا مستر؟ جزء من الدوله العثمانيه. كده خلاص سليم الاول اسقط الشام، فاضل له مين بقى؟ حبه الكريز، مصر. طب يا مستر الحجاز وكل ده سهل هياخده بعد كده، لكن اقوى مكانين للمماليك الشام ومصر. خد من المماليك الشام، يتبقى مصر. فسليم الاول اتجه بجيوشه نحو مصر، وطبعا الغوري اتقتل في المعركه دي اللي هو سلطان المماليك، وراحوا المماليك معينين واحد مكانه اسمه طومانباي عشان تحصل معركه الريدانيه 1517. هتقول لي ازاي؟ هقول لك دي في اواخر 1516 ودي في اوائل 1517، فرق بينهم شهر، ولكن دي في شهر 12 دي في شهر 1 في السنه الجديده. طومانباي ضد سليم الاول. يبقى تاني الاطراف، بص، عثمانيين ومماليك. قلت لك بتاع العثمانيين هو سليم الاول، اما المماليك اسمه طومانباي. اتقابلوا فين؟ في الريدانيه. فين الريدانيه دي؟ في العباسيه. يبقى تاني، فين الريدانيه؟ في العباسيه. مين اللي انتصر؟ سليم الاول. ومين اللي انهزم؟ طومانباي واتقتل. ومين اللي كده اللي دخل القاهره؟ سليم الاول. وكده انتهت دولة المماليك بقى خلاص. ليه يا مستر؟ هي مش عاصمة المماليك كانت مصر وكان مقرهم القاهرة؟ طب ما سليم الأول دخل القاهرة، يبقى كده مفيش مماليك، الله يرحم دولة المماليك. يبقى كده سقطت دولة المماليك وأصبحت مصر ولاية عثمانية برضه. يبقى نتائج الريدانية: هزيمة المماليك، انتصار العثمانيين، دخولهم القاهرة، انتهاء المماليك، واصبحت مصر ولايه عثمانيه. كده الصراع انتهى على ايه؟ انتهى ان سقطت الدوله الصفويه
وسقطت دولة المماليك، والوحيدة اللي كسبت هي الدولة العثمانية. كده بلدنا مصر بقت تحت الحكم العثماني. تمام؟ يبقى بعد كم معركة؟ 2، مرجدابك والريدانية. ما تنساش ان سليم لما نكش خد إمارة ايه؟ ذي القادر، فخرج له الغوري في مرجدابك، انتصر سليم وخد الشام. فراح سليم للقاهرة، خد برضه القاهرة بعد معركة الريدانية وقتل تومنباي، وأصبحت مصر ولاية عثمانية وانتهت المماليك. مستر عندي سؤال، اتفضل يا جعديدة. هما ليه المماليك كل شوية كانوا بيخسروا؟ اتخذت من المماليك ذي القادر وما حركوش ساكن، وبعد كده اتهزموا في مرجدابك في الريدانية وما حركوش ساكن برضه. المماليك بيخسروا اولا بسبب الفتن والثورات والصراعات اللي ما بينهم. هم ذات نفسهم عندهم مشاكل، ازاي هيحاربوا دولة زي الدولة العثمانية اللي كانت قوية جدا؟ يبقى لو قال لي بما تفسر ليه المماليك انهزموا قصاد العثمانيين، هقول له رقم 1 بسبب عدم الاستقرار الداخلي للمماليك. المماليك صفر بلح زيرو. وحاجة كمان، التفوق العثماني حبيبي. الجيش العثماني بيستخدم أساليب قتال حديثة وأسلحة متطورة، كانوا بيستخدموا مدافع وبارود في الوقت إن المماليك ماسكين سيوف. فأنا لو كنت فارس زماني وماسك السيف وجامد، بس والله لو عيل صغير مسك مسدس هيضربني بيه بيو بيو. فالموضوع هنا مختلف. المماليك عندهم مشاكل والعثمانيين بيستخدموا أسلحة متطورة. طب إزاي كانوا هيكسبوا؟ يبقى لو قال لي بما تفسر ليه انهزم المماليك، سببين: عدم الاستقرار الداخلي والصراع بينهم، العرو اللي ما بينهم ده، غير استخدام العثمانيين اساليب حديثه في القتال، اساليب حديثه في القتال، اساليب حديثه في القتال، وبكده انهزم. طب ايه النتائج المترتبه بقى؟ السؤال ده غايه في الخطوره. النتائج المترتبه: استيلاء العثمانيين على أراضي المماليك. مستر كده لما العثمانيين خدوا كل الأراضي، سليم بعد كده سيطر على الحجاز وخد كمان الساحل الشرقي، وبقى بين جمهور وملك. 1، تحولت مصر من دولة مستقلة إلى ولاية عثمانية. مصر اللي كانت دولة عثمانية مصر اللي كانت دولة مستقلة تبع المماليك بيحكموا منها، مسيطرين. مصر بقت جزء من الدولة العثمانية. قلت مكانتها؟ طبعا هنا ده قلت مكانة مصر. انت بتتكلم من دولة مستقلة إلى ولاية عثمانية، حتة من الدولة العثمانية. 2، انتقال خلافة العالم الإسلامي السياسي والديني إلى الدولة العثمانية. مين اللي كان رقم 1؟ المماليك. ليه؟ كان معاهم الحجاز وكان معاهم مصر، ودول أهم حاجة. الحجاز اللي فيها مكة والمدينة، ومصر قلب العالم الإسلامي. فكده انتقلت الخلافة، لأن سليم قال لك أنا الخليفة. خليفة إزاي يا عم؟ الخليفة لازم يبقى من قريش. قال لك لا، أنا الخليفة. وسليم الأول أعلن نفسه الحامي الوحيد للحرمين الشريفين. قال لك أنا الخليفة الجديد، وانا اللي بحمي الحرم المكي والحرم النبوي. يعني انا اللي بحمي مكة والمدينة، ولازم الجميع يسمع عني، ولازم الجميع يسمع كلامي. خلي بالك، ما هو الخليفة مكانته دينية، فكده سليم الأول بقى الخليفة، لأن آخر خلافة عندي كانت العباسية، سليم قضى عليها. يبقى كده أعلن سليم الأول نفسه الحامي الوحيد. كده تكون الدولة العثمانية سيطرت على العالم العربي كله، بدأت بقى تتوسع وتاخد كل العالم العربي في الاتجاهين، الآسيوي والأفريقي. كده قارة آسيا المسلمين اللي فيها وقارة أفريقيا المسلمين اللي فيها بقوا تبع الدولة الجديدة اللي هي الدولة العثمانية. يبقى السؤال ده مهم جدا، خلي بالك. لو قال لي بما تفسر لسه قايلها لك. طب لو قال لي ما النتائج استيلاء العثمانيين على أراضي المماليك، يلا قول معايا. تحولت مصر لما العثمانيين خدوا أراضي المماليك، تحولت مصر من دولة مستقلة إلى ولاية عثمانية. انتقال خلافة العالم الإسلامي السياسية والدينية إلى الدولة العثمانية. أعلن سليم الأول نفسه الحامي الوحيد للحرمين الشريفين. سيطرة الدولة العثمانية على العالم العربي الإسلامي، يعني سيطرت على كل العرب المسلمين في الاتجاهين الآسيوي والأفريقي. هنعمل إيه بقى دلوقتي؟ عايزين نعرف وضع مصر هيبقى إيه. الدولة العثمانية هتحكم مصر، فعايزين نعرف ملامح الحكم العثماني لمصر. هيحكمونا قد إيه؟
وازاي كمان. بفكرك تاني عشان تشوف باقي المراجعات بتاعتنا بشكل مجاني وبشكل منظم في مكان واحد، حمل ابلكيشن الخطة من اللينك في اول كومنت. طيب بص يا سيدي، الدولة العثمانية قعدت تحكم مصر 400 سنة 400 سنة 400 سنة، طيلة 4 قرون. ما القرن مش القرن بتاع الخروف، لا القرن العادي، القرن 100 سنة. قرن الموز لا يا ابني القرن 100 سنة. القرن في التاريخ عندي يعني 100 سنة. 400 سنة الدولة العثمانية بتحكمنا، ما القرن 100 100 100 100 100 400، يبقى القرن 400 سنة تحولت فيها مصر. 400 سنة الدولة العثمانية بتحكمني، آل عثمان من سليم الأول لحد الآخر خالص لحد حرب العالمية الأولى هتقوم، تحولت فيها مصر لولاية جامدة راكدة معزولة. يعني إيه يا مستر؟ بقينا ولاية جامدة، جامدة مش رقم واحد، لا جامدة يعني ثابتة زي ما هي ما تتقدمش. راكدة عاملة زي المية الراكدة، ما بنتحركش، ما بنشوفش لقدام، ما بنجيش خطوة ورا. معزولة. معزولة عن ايه يا مستر؟ عن مؤثرات الحضارة الأوروبية الحديثة، عن أوروبا. أوروبا عمالة تطلع 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 واحنا ننزل ننزل ننزل. أوروبا عمالة هي واحنا كي. أوروبا عمالة انها تبقى نمبر 1 مع كل شيء متاح واحنا. فلو قال لي مصر اتحكمت من الدولة العثمانية كام سنة؟ 4 قرون، يعني 400 سنة تحولت فيها مصر ولاية ايه؟ جامدة راكدة معزولة. تاني جامدة راكدة معزولة. تالت جامدة راكدة معزولة. رابع جامدة راكدة معزولة. خامس جامدة راكدة معزولة. يعني تعبانين فيها. احنا دلوقتي هنتكلم عن ملخص لل 400 سنة. ملخص الحكاية. رقم 1 الحياة السياسية. بص يا سيدي، الدولة العثمانية لما جت تحكم مصر قسمت الحكم على 4. 4 والله. اولا رجع خلاص سليم الاول الى تركيا تاني الى الاسطنبول، وساب مكانه او عين مكانه والي، هو من يتولى مصر بالنيابه عن السلطان. فالوالي هو نائب السلطان العثماني او نائب الخليفه. طبعا بعد سليم هيجي فلان وعلان وي هيجي كتير. رقم 1 الوالي معاه حاجتين بيساعدوه، الديوان وهو زي الوزاره، والحامية العسكرية شوية جنود عسكريين أو شوية جيش، وإدارة الأقاليم المحافظين. المفاجأة إن المماليك أو إن العثمانيين سابوا حكم المحافظات للمماليك. يعني إيه يا مستر؟ مش فاهم حاجة. مش هم قضوا على دولة المماليك؟ بس المماليك دول عددهم كتير قوي في مصر. فقال لك إيه بقى؟ المماليك هم اللي هيحكموا المحافظات من جوه. ليه؟ عندهم خبرة، دول بقى لهم قرون وقرون في مصر. فعملوا معاهم اتفاق، انتوا هتحكموا يا مماليك يا صغيرين الاقاليم من جوه، واحنا كدوله عثمانيه الحكم والسياده لينا. وافقوا المماليك؟ وافقوا المماليك. يبقى الدوله العثمانيه قسمت الحكم في مصر على كام؟ على 4. 1 الوالي وهو نائب السلطان ولقبه الباشا. 2 الديوان. 3 الحامية العسكرية العثمانية شوية جيش. 4 مديرين الأقاليم اللي هم المحافظين اللي سمتهم المماليك أو اللي ادوهم للمماليك. طب إيه يا مستر؟ النظام ده كان ضعيف جدا يا حبيبي. ليه؟ الحكم متقسم على 4. لأن الديوان والحامية اللي أنا كلمتك عليهم كان من حقهم يعزلوا الوالي. الله، حد يقدر يعزل الرئيس؟ لا طبعا، ده هو الكبير، لازم الشعب كله. لكن انت بتتكلم هنا عن الجيش، كانت الدنيا بايظه خالص. فيجي سؤال دايما بيجي يقول لي حمل النظام العثماني في ثنياه او في طياته او في داخله عوامل ضعفه، ده نظام ضعيف، المفروض الحكم في ايد الوالي، والوالي مفروض يقعد فتره كبيره شويه. قال لي لا يا باشا، ده الوالي كان بيقعد من سنه ل3. ركز، في سلطان قاعد في الاستان وفي والي قاعد في مصر. فالسلطان بيخلي الوالي يقعد سنة بس، 2 بالكتير، 3 سنين بالكتير. الله، ليه يا مستر؟ عشان ما ينفردش بالحكم. بص، من بعد سليم الأول لما مات وابنه مات والسليم كان اسمه سليمان، السلطان بقى ضعيف قوي. فالسلطان ضعيف يقول لك إيه؟ عارف مثلا أنا أقول لك روح أنت احكم الحتة اللي هناك دي مكاني، فأنت شايفني ضعيف فتاخدها مني وتقول لي انا مش تبعك ولا حاجه. فده اللي خاف منه السلطان. السلطان بقى يعين والي، روح يا فلان احكم مصر. فالوالي ده ممكن يجمع رجالته وياخد مصر من السلطان.
فالسلطان قال لك لا، ده انا اسيبه سنه واحده 2 3 بالكتير. فالوالي بقى يجي يعمل ايه؟ يكبش ويمشي، يكبش ويمشي. ده غير كمان ضعف الدوله العثمانيه خلى وزياده سلطه الديوان قلنا والحمايه العسكريه ان هم بيقدروا يعزلوه. فالكلام ده نتج عنه ان المماليك طمعوا في الحكم. المماليك مش المماليك في مصر بيحكموا الاقاليم المحافظات. ايوه يا مستر. فبقى بكوات ايه بكوات جمع بيك. ما بص، بيك ده لقب مملوكي، باشا لقب عثماني. فبكوات المماليك قال لك ايه؟ طيب ما ننفرد بالحكم. انا مثلا كواحد من المماليك شايف ان الوالي العثماني ضعيف والسلطان ضعيف وبعيد والديوان في حته تانيه. فتطلع بكوات المماليك للانفراد، وفعلا عملوها. مين اشهر واحد عمل كده؟ علي بيك الكبير. مين علي بيك الكبير ده؟ ده كان شغال شيخ البلد، اكبر واحد في المماليك، كان بياخد منصب شيخ البلد زي عمدة مصر كده، حاجة جامدة. يبقى تاني، لو قال لي الدولة العثمانية سياسيا يعني نظام الحكم قسمت على كام، اقول له على 4: والي، ديوان، حامية، مماليك بيحكموا الاقاليم. هل النظام ده قوي ولا ضعيف؟ ضعيف طبعا. ليه؟ بسبب قصر مدة حكم الوالي وزيادة سلطة الديوان والحامية على الوالي. الديوان أقوى من الوالي ويقدر يعزله، وهكذا الحامية. ده غير إن الوالي ما بيقعدش كتير، فعشان كده مبقاش مهتم بمصر. طب لو قال لي ما النتائج المترتبة على الضعف، أقول له تطلع بكوات المماليك جمع بيك إلى الانفراد بالحكم. هنا المماليك اللي بيحكموا الدولة من جوه قال لك طب ما نحكمها من جوه ومن بره ونرجع أملاك المماليك أو أمجاد المماليك. مين أشهر واحد عمل كده؟ علي بيك الكبير، شيخ البلد في مصر. قدر إن هو يطرد الوالي. الله، لا اطلع بره، لا، سنة 1768 اطلع بره، لا. فطلع بره الوالي وسيطر على مصر علي بيك الكبير ورجع تاني دولة المماليك. الله. وايه كمان يا مستر؟ اتصل بظاهر العمر. سلام عليكم. مين ظاهر العمر ده؟ حاكم جنوب الشام. قال له بقول لك ايه، انا خدت مصر من السلطان العثماني، ده ضعيف، انا هرجع تاني المماليك، معايا؟ قال له معاك. فكده بيشكل حلف. ايه تاني؟ اخضع الحجاز. خد كمان. يلا مستر، ده بيرجع المماليك تاني. خد الحجاز. ايه تاني يا مستر؟ ارسل النائب بتاعه. مين النائب بتاعه؟ واحد اسمه محمد بيك ابو الدهب. ده النائب بتاعه، الرجل التاني، الوزير بتاعه. قال له محمد خش لي الشام. نجح يا مستر وخد دمشق. يبقى بص 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 كده، علي بيك الكبير رجع تاني دولة المماليك، خد مصر وجنوب الشام والحجاز والشام لما دخل دمشق، والدنيا ماشيه معاه كوستاليتا، وبقى عمل عمله باسمه وبقى علي بيك الكبير قوي، والدنيا ماشيه زي الفل. ولكن الحلو ما بيكملش يا علولش. بتفشل حركه علي بيك الكبير. ليه يا مستر؟ بسبب الخيانه. لولا الخيانه ما وصلنا الى هنا. ما انا قلت لك مشكله المماليك الخيانات اللي بينهم. فاكر محمد بيك ابو الدهب؟ ده نسيبه. خانوا. هنا السلطان العثماني قال يا نهار اسود يا نهار اسود، علي بيك الكبير، السلطان العثماني اللي هو تبع الدوله العثمانيه، لا علي بيك الكبير خد مني مصر، جنوب الشام، الحجاز، هعمل ايه؟ قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. قال لك بس هنخور في المماليك، نخفر في دوله المماليك. لقى ان مشكلتهم الخيانه، فراح متواصل على طول مع محمد بيك ابو الدهب. قال له بقول لك ايه يا ابو الدهب، ادي علي بيك الكبير اهو، وادي ابو الدهب، بص بص الحكايه، وادي السلطان. قال له بقول لك ايه رايك تقتل سيدك علي بيك الكبير واديك تحكم مصر انت؟ قال له والله هذا عرض لا يرفض، انا موافق. فراح محمد بيك ابو الدهب قتل علي بيك الكبير. خيانه يا صاحبي، خيانه يا حبي. فباظت دولة المماليك وعادت مصر مرة أخرى ولاية عثمانية تحت حكم شيخ البلد الجديد. هو اللي هيحكم، مفيش ولي عثماني، ده الشيخ الجديد محمد بيك أبو الدهب. وفضلت من ساعتها شيخ البلد من المماليك تابع للدولة العثمانية. يبقى تاني، يبقى نتيجة ضعف النظام حصلت حركة علي بيك الكبير اللي اتصل بظهر العمر وأخضع الحجاز وارسل ابو الدهب لغزو الشام فدخل دمشق. لكن لما يجي يقول لي بما تفسر فشلت حركه بيك علي بيك الكبير، بسبب انحياز محمد بيك ابو الدهب للسلطان العثماني
على حساب علي بيك، على حساب علي بيك الكبير، بسبب خيانة محمد أبو الدهب، وقتل علي بيك الكبير، ورجعت مصر تاني ولاية عثمانية تحت حكم شيخ البلد الخاين الجديد محمد بيك أبو الدهب. وزي ما احنا عارفين اللي يخون بنشد عليه الصفون. ده كده الحياة السياسية. 2 ده كده ملخص للحياة السياسية في 400 سنة، ملخص مش هنحكي الحكاية كلها. طب تاني ملخص هناخده الحياة الاقتصادية، زراعة صناعة تجارة. مستر كانت حلوة؟ زفت طبعا. 400 سنة زفت جدا. تعال نبدأ بالزراعة. بص يا سيدي، الدولة العثمانية طبقت نظامين في الزراعة أنيل من بعض. نظام اسمه حق الانتفاع، ده كده نظام ملكية الأرض. بص بقى، الدولة العثمانية قالت إيه في ملخص الحياة يعني الزراعة؟ قالت لك أولا الأرض ملك للسلطان، الفلاح مش هيملك، ولكن من حقه بس يستفاد منها ويقعد فيها ويستنفع فيها ويدفع ضرائب كمان. يعني إيه؟ يعني هزرع أرض مش أرضي؟ ولما اموت عيالي يترموا بره؟ فباظت الزراعه. يبقى حق الانتفاع هو نظام يجعل الارض ملك الدوله العثمانيه ولا يملكها الفلاح، ولكن من حقه ان هو يستنفع فيها، يزرع منها وياكل منها، وليس له حق التصرف. ما يقدرش يبيع ولا يقدر تتورث من بعده. ايه يا مستر الظلم ده؟ ده كده نظام الملكيه. يبقى نظام الملكيه حق انتفاع، الأرض ملك للسلطان لا يملكها الفلاح وليس من حقه التصرف فيها. أمال إيه نظام الالتزام ده؟ وبيدفع ضرائب كمان. إيه نظام الالتزام ده؟ زي ما اتفقنا إن مصر بقت دولة عثمانية سنة 1517. الأول كانت الدولة العثمانية قادرة تجمع الضرائب، لحد ما بعد كده ما بقتش تقدر، مش قادرة. الفلاحين فقراء معهمش فلوس، مش هديك ضرائب. فراحت مطبقه نظام الالتزام. في شخص اسمه ملتزم، رتبته يعني ده كده مهنته ملتزم. انا مثلا راجل مفتري وما اعرفش ربنا، مش انا واحنا هنا الخطه في اسكندريه، تمام؟ فرحت انا هنا قلت للسلطان العثماني بقول لك ايه، انت مش عارف تجمع الضرايب من الفلاحين بتوع اسكندريه صح؟ قال لي مستر محمود مش قادر خبيبي. فقلت له بص يا سلطان، انا هجمع لك الضرايب. انت عايز من اسكندريه قد ايه ضرايب؟ الكلام ده امتى مستر؟ في منتصف القرن ال17، يعني في 1600، في نص ال 1600. قال لي انا عايز من اسكندريه 400 جنيه ضرايب يجوا لي على تركيا في الاستانه. قلت له يا عم ال 400 جنيه من جيبها اهو، وسيبني انا مع الفلاحين بقى. فانزل انا على الفلاحين بقى اللي في اسكندريه، اضرب فيهم وادفعهم اتاوه كمان. كل فلاح عليه 5 جنيه مثلا، ولا هات ال5 جنيه اللي دفعتها عنك، مش دافع، اكربجه واعذبه واخد منه اتاوه كمان، ياخد منه 2 جنيه بلطجه. يبقى ده نظام الالتزام. يبقى نظام الالتزام اتطبق مع قوه الدوله العثمانيه؟ لا، مع ضعفها. الدوله ضعيفه مش قادره تجمع الفلوس، فعينت واحد، فالواحد ده بسميه ملتزم. بسميه ايه؟ ملتزم. بيدي الفلوس للسلطان العثماني مقدم، تمام؟ والسلطان بيدي له هديه ارض معافاه من الضرايب، خد يا عم الارض دي بتاعتك. ده غير كمان ان الملتزم ده بياخد الفلوس اللي دفعها مقدم، راجل غني بقى مفتري، وبياخد عليها اتاوه. يبقى في الزراعه نظامين، خلوا الزراعه تيجي ارض. حق الانتفاع والالتزام، حق الانتفاع والالتزام. حق الانتفاع الارض ملك للسلطان، مش بيملكها الفلاح ولا يتصرف فيها، بيدفع عليها ضرائب. الالتزام ده مع ضعف الدوله العثمانيه في القرن ال17، في نصه بالظبط، اللي هو جمع الضرائب. الكلام ده خلى الزراعه تتدهور، خلى الزراعه تروح في داهيه. طب بما تفسر؟ لو قال لي تدهورت احوال الزراعه اثناء حكم الدوله العثمانيه، ليه في ال400 سنه الزراعه كانت رايحه في داهيه؟ هقول له رقم 1 بسبب فرض الضرائب اللي انا كلمتك عليها، 2 ظلم الملتزمين في جمعها، 3 إهمال الدولة للري والترع والسدود. الدولة ما بتحفرش ترع، الدولة مش بتخلي المية توصل، الدولة مش بتبني سد، لأن قلت لك الوالي بيحكم من سنة ل3، فمش فهمه حاجة. فلو قال لي بما تفسر للزراعة اتدهورت أيام الدولة العثمانية، 3 أسباب: 1 كثرة الضرايب، ظلم الملتزمين، إهمال شؤون الري. تاني كثرة الضرايب، يلا ظلم الملتزمين اديله إهمال شؤون الري. طب الزراعة زفت، الصناعة هتبقى ايه؟ زفتين. يبقى لو قال لي بما تفسر تدهور الصناعة في زمن حكم الدولة العثمانية، هقول له بسبب تدهور الزراعة. الزراعة وحشة،
ما هي يعني ايه صناعة؟ تحويل المادة الخام إلى منتجات. المادة الخام الزراعية مش موجودة لأن الزراعة وحشة، فأنا مش قادر إن أنا أصنع. 2. إيه كمان؟ فاكر سليم الأول؟ أول ما جه مصر لقى إن المصريين شاطرين، حرفيين، محترف. أنا كصانع بشتغل بإيدي نار. فراح عمل ايه بقى؟ قال لك لملي كل المصريين الحرفيين دول، لملي كل الصناع المصريين الجامدين، ودهم لي على أستانة. يعملوا ايه؟ يشتغلوا هناك في تركيا، يصنعوا في تركيا، ونعلمهم الصناعة الجديدة ويبقوا صناع مهرة. فكده الصناعة في تركيا تتقدم والصناعة في مصر تتدهور، لأن أنا خدت كل الصناع الجامدين. يبقى تاني سبب إرسال أمهر الصناع والحرفيين إلى الأستانة عاصمة الدولة العثمانية. طب نتج عن كده إيه يا مستر؟ أصبحت الصناعة في مصر 3 حاجات: يدوية، بسيطة، رديئة. الصناعة في مصر بقت يدوية بس، ما بقاش فيه مكن ولا آلات لأن احنا كنا رايحين في داهية. 2. بسيطة، بنزرع حاجات بسيطة، ورديئة يعني تعبانة. يبقى لو قال لي بما تفسر تدهور الصناعة، هقول له بسبب تدهور الزراعة وإرسال أمهر الصناع والحرفيين إلى الأستانة. جمعوا كل الجامدين ودهم الأستانة. طب نتج عن كده إيه؟ هيجي يقول لك ما النتائج المترتبة على إرسال أمهر الصناع والحرفيين إلى الأستانة؟ هقول له أصبحت الصناعة في مصر يدوية بسيطة رديئة. يدوية بسيطة رديئة. طب 3. التجارة. التجارة نوعين: داخلية وخارجية. البيع والشراء يعني هتبقى حلوة ولا وحشة؟ هي كمان تعبانة. فلو قال لي بما تفسر كساد وتدهور التجارة الداخلية والخارجية يعني تراجع، هقول له بسبب تدهور الزراعة والصناعة. ما أنا ما بزرعش ولا بصنع، هل هتاجر كويس؟ لا. ده غير كمان افتقاد الأمن، مفيش أمن يا باشا في الطرق، نفس مشكلة المماليك. ايه كمان؟ بسبب اهمال الطرق البريه، الطرق رايحه في داهيه. ده غير الغارات المتلاحقه من بدو الصحراء. يعني ايه؟ يعني ادي كده خريطه مصر هي يا اولاد. التجاره رايحه جايه، صح، التجاره الداخليه هنا صحراء شرقيه وهنا صحراء غربيه. فالبدو بيعملوا ايه؟ بيهجموا على قوافل التجار. انا تاجر ماشي ببضاعه كتيره، بالحصان ولا بالحمار بتاعي. يطلعوا البدو اللي هم سكان الصحراء عليا يثبتوني، هات التجاره اللي معاك، ما رضيتش هتقتل وهياخدوا البضاعه برضه. فكارثه كبيره، انت كنت بتتكلم في كارثه. فلو قال لي ليه التجاره الداخليه كانت بايظه، هقول له تدهور الزراعه والصناعه، افتقاد الامن، اهمال الطرق، الغارات المتلاحقه من بدو الصحراء. مفيش امن، الطرق رايحه في داهيه مكسره ومدغدغه، ممكن تلاقي الطريق خلص معاك. ده غير ان البدو بيهجموا. يبقى لو قال لي بما تفسر ليه التجاره الداخليه رايحه في داهيه: تدهور الزراعه والصناعه، افتقاد الامن، اهمال الطرق، الغارات المتلاحقه من بدء الصحراء. طب التجاره الخارجيه، طب يا مستر لو هنبيع بره برضه مش هتعرف تبيع. ليه؟ لان مفيش طريق يا باشا، محدش بيعدي من عندك بسبب طريق راس الرجاء الصالح. هو نفس السبب. ده غير بقى الامتيازات الاجنبيه. يعني ايه الامتيازات الاجنبيه؟ الدوله العثمانيه لما لقت الوضع في مصر وحش قوي كده، قالت لك بقول لك ايه، انا هخلي الاجانب هم اللي يبقوا مسؤولين عن التجاره في مصر. ليه يا دوله عثمانيه؟ قال لك الاجانب شاطرين، هيعرفوا يسهلوا لي الدنيا. فالدوله العثمانيه ادتهم امتيازات. يعني ايه امتيازات؟ تسهيلات. بقت تعفيهم هم من الضرايب، بقت تسهل لهم الدنيا، تعمل لهم اقامه في مصر. فعشان كده خارجيا ما بقاش نقدر نبيع ولا نشتري. يبقى لو قال لي بما تفسر تدهور التجاره الخارجيه، هقول له حاجتين: طريق راس الرجاء الصالح والامتيازات. تاني، ليه ما كناش قادرين نشتري ولا نبيع من بره؟ عشان طريق راس الرجاء الصالح محدش بيعدي علينا فمش بيدفع لنا جمارك، لسه المشكله زي ما هي. يبقى دي الحاجه المشتركه بين المماليك والعثمانيين. السبب اللي خلى التجاره تتدهور ايام المماليك وايام العثمانيين هو طريق راس الرجاء الصالح. طب ايه الجديد بقى ايام العثمانيين؟ الامتيازات الاجنبيه. الاجنبي متميز عن المصري، مميز، امتيازات جايه من التميز. يبقى كده ده كده الحياه الاقتصاديه. ماشي؟ هنحل السؤال ده مع بعضينا في الاسئله. طب تالت حاجه الحياه الاجتماعيه. تعال نبص على ملخص المجتمع المصري وقت الدوله العثمانيه كانت بتحكمني. بص يا سيدي، المجتمع المصري كان مجتمع طبقي هرمي، برضه ملخص 400 سنة، مكون من 2: طبقة حكام وطبقة محكومين. لو بصينا على المصريين أو على مصر وقت الدولة العثمانية، هلاقي دول في حتة ودول في حتة. الحكام هم الأتراك
الوالي، الديوان، الحامية، المماليك. ايه ده المماليك؟ ايوه يا حبيبي المماليك، مش كانوا بيحكموا شيخ البلد؟ كان هم شيخ البلد منهم وكانوا بيحكموا الاقاليم. يبقى المجتمع المصري اتقسم لطبقتين، طبقة حكام، طبقة محكومين، طبقة حكام، طبقة محكومين. الحكام اتراك مماليك، الحكام اتراك مماليك، حكم اداره وجيش، في ايدهم الحكم، في ايدهم الاداره، في ايدهم الجيش. مفيش مصريين بيحكموا؟ لا. مفيش مصريين في الادارات؟ لا. مفيش مصريين في الجيش؟ لا. ايه كوش اقول لك لا لا لا؟ ما تسمع كلام يا ولد من اول مره. يبقى دول كده الحكام في ايدهم حكم اداره وجيش، هم اللي بيحكموا، هم اللي بيديروا الدوله، حتى الجنود مش مصريين. امال طبقه المحكومين بقى اللي هم المصريين قسم على 2، اللي بيتحكموا نوعين، الاتنين مصريين، في منهم طبقه وسطى وفي منهم طبقه دنيا. الطبقه الوسطى عددهم مش كتير، طبقه محدوده. هم مين يا مستر؟ المشايخ والعلماء بتوع الازهر الشريف، الازهر الموجود لحد دلوقتي، رجال الدين، وبعض كبار التجار، الناس اللي قادره تسلك نفسها، ودول عايشين عيشه يعني 50-50. امال بقيه الشعب بقى هو طبقه دنيا رايحين في داهيه. عامه المصريين، الناس الفلاحين الغلابه الطيابه، صغار الحرفيين اللي شغال بايده يوم ويوم لا، وعانوا من الفقر، وعانوا من الظلم، وعانوا من تفشي الامراض والاوبئه. المصريين في الوقت ده عانوا من كل حاجه، فقر وظلم وامراض واوبئه، معهمش فلوس، يجي لهم مرض يموتوا على طول. يبقى المجتمع المصري اتكون من كام طبقه؟ طبقتين، حكام محكومين، الحكام اتراك مماليك، الحكام اتراك مماليك، حكم اداره وجيش. المحكومين هنقسم على 2 بقى، تقسيمه جوه التقسيمه، طبقه وسطى، طبقه دنيا، طبقه وسطى، طبقه دنيا. الطبقه الوسطى محدوده، الطبقه الدنيا اغلبيه. الطبقه الوسطى يعني ناس هم قادرين يسلكوا نفسهم، رجال الدين والمشايخ بتوع الازهر والعلماء وشويه تجار كبار كده. اما بقى عامه الشعب، فلاحين، صغار حرفيين، طبقه دنيا، فقر، ظلم، اوبئه، وامراض، وباء. يعني المرض لما ما يتعالجش بينتشر يا جماعه، تلاقي القريه كلها جالها نفس المرض، والله يرحمها. طب الحياه الفكريه والثقافيه اخر حاجه هنتكلم عليها بقى. عايزين نبص على المصريين، هل المصريين كانوا مثقفين؟ انتوا مثقفين؟ هل المصريين كانوا فكريا هو ولا هي؟ ها بسرعه، برافو عليك، هي. اتسمت الحياة الفكرية والثقافية بالجمود والتخلف. الله أكبر، الله أكبر. زفت، زيرو. فكريا زيرو، علميا متخلفين. ليه يا مستر؟ بسبب كلمة واحدة بس، العزلة اللي فرضتها علينا الدولة العثمانية. يا جماعة ما حدش بيعيش لوحده، العالم بيتقدم واحنا بنتراجع. يبقى لو قال لي بما تفسر اتسمت يعني اتصفت الحياة الفكرية والثقافية، الفكر والثقافة عند المصريين وقت الدولة العثمانية اتسمت بإيه؟ هقول له بالجمود والتخلف. ما بنتقدمش، بل بالعكس بنتراجع. علميا عمالين نتخلف، العالم بره عمال يكتشف حاجات جديدة واحنا كنا زي الزفت. ليه يا مستر؟ بسبب العزلة. الدولة العثمانية ممنوع، ما بتعلمناش، ما بتسفرناش، ما بتجيبلناش كتب من بره، سايبانا كده صفر. طب نتج عن العزلة دي ايه يا مستر؟ او نتج عن الجمود والتخلف 4 حاجات أو 3. 1، اهتزاز مكانة الأزهر الشريف. حتى الأزهر الشريف أصابته المشكلة. يعني بص يا سيدي، زي دلوقتي كده عندي تربية وتعليم وأزهر، صح؟ انتوا كده طلاب 2. في الوقت ده عندي ماشي تعليم مصري عادي وتعليم أزهر. كده المدارس مفيش، المدارس ما كانش حدش بيتعلم في المدارس. الحاجة الوحيدة اللي كان فيها تعليم هو الأزهر الشريف اللي موجود من زمان جدا. حتى ده كمان ما بقاش يعلم لا رياضة ولا علوم ولا كيمياء ولا فيزياء ولا أدب ولا لا بقى يا دوبك اللي بيخش الأزهر بيتعلم دين بس. إيه ده مستر؟ حد يتعلم دين بس؟ الدين مهم ومطلوب، ولكن حتى الأزهر الشريف بسبب العزلة ممنوع إن هو يبقى فيه تعليم، فتراجع دور الأزهر الشريف واهتزت مكانته. لكن دلوقتي لأ، حبايبنا في الأزهر حتى يشهدوا بيدرسوا نفس المواد بتاعتنا وبيدرسوا كمان مواد دينية. لا، فالأزهر كمان أصابته المشكلة. يبقى أقول له اهتزاز مكانة الأزهر واقتصار التعليم على العلوم الشرعية. يعني إيه شرعية يا مستر؟ الدينية، الشريعة يعني. وأهمل العلوم العقلية والرياضية.
تدهور الحياه الادبيه. يعني ايه يا مستر؟ ما بقاش عندي مصر بلد الشعراء والادباء، ما بقاش عندي حد بيكتب شعر ولا ادب. ليه يا مستر؟ العزله يا باشا. طب ايه كمان؟ انتشر الجهل بقى، ناس خلاص مش تتعلم، الناس كلها بقت جهل، الله اكبر. انتشر الجهل والدجل والخرافات والشعوذه. يعني ايه؟ الناس كلها بقت جهل، اللهم صل على النبي. الحق ده فلان الفلاني بيطير، واه ايه ده؟ ايه الحضمه دي؟ واللي يتعب كانوا بيودوه عند الحلاق. ايه ده حلاق؟ يجيبوا له المزين، هو الوحيد الراجل اللي فاهم زيوت وعطور واديله. عارفين طه حسين؟ عارفينه طبعا، كاتب كبير. طه حسين كان مولود عنده مشكله في عينه، ما بيشوفش كويس، فمره تعب جامد قوي، جابوا له الحلاق. ما فيش دكتور، هو ده الوحيد اللي بيفهم في المنطقه كلها، فحط له قطره في عينه، عمى خالص. جهل يا باشا. يروح للراجل اللي يقول له النبي عايز يعمل لي حجاب كده عشان خاطر مراتي ما بتخلفش، تخليها تخلف. حجاب ايه يا ولد؟ ده ربنا. ده خرافات بقى وشعوذه وجهل، وبص فوق ما تتخيل. كارثه، كارثه انتشرت. يبقى عندي في الحته دي حبيب قلبي سؤالين. أول سؤال يقول لي بما تفسر اتسمت الحياة الفكرية والثقافية بالجمود والتخلف. إيه اللي خلانا متخلفين ومتراجعين؟ هقول له حاجة واحدة بس، عزلة. طب نتج عن كده إيه بقى؟ نتج عن الجهل إيه؟ 3 حاجات: اهتزاز مكانة الأزهر الشريف، تدهور الحياة الأدبية، انتشار جهل دجل خرافات شعوذه. جهل دجل خرافات شعوذه. جهل الناس ما بتتعلمش، دجل بقى والزار بقى، وعامل لك زار والكلام ده كله عشان اطلع العفاريت اللي عليك يا جدع مع عفريت اللي بني ادم. وخرافات وشعوذه، مش عوزاتي المداح. ماشي؟ فده كده طبعا نتج عن الجهل اللي كنا فيه او عن العزله اللي كنا فيها. خلي بالك الازهر اقتصر بس، يعني كان بيعلم علوم شرعيه، لا بيعلم فيزياء ولا كيمياء ولا رياضه ولا حاجات مرتبطه بالعقل. يبقى اهتزاز مكانة الازهر، تدهور حياه ادبيه، ما فيش ادب ولا قراءه ولا كتابه. ده غير كمان قلنا ايه؟ شار الجهل، دجل، خرافات، شعوذه، فشل حركه علي بيك الكبير بسبب قلنا طبعا انحياز محمد بيك ابو الدهب. ولحد الاخر كده طبعا هحل لك كل الحاجات دي. ما تنساش ان لسه عندنا اهم الافكار والواجب. اتمنى من الله عز وجل يكون وفقني في اول درس في التاريخ، واكون قدرت اشربه لك باذن الله على مدار التاريخ كله. هنحكي حكايات وروايات وقصص وحاجات كتيره في وقت مش كتير. بحبكم ايها الدفعه الجميله، دفعتنا حبايبنا السنه دي. كل سنه وانتم طيبين. بنختم بيكم المنهج ده خلاص، منهجك انت عارف بيتغير بعدك، فاتمنى يكون خير ختام لاجمل ناس. كده الحصه الاولى بس انتهت. بس خلي بالك يا حبيب قلب القطب ان لسه مستر قطب بيقول لك ومنصه الخطه الاموره اللهلوبه ان احنا دي لسه البدايه، ما بالك لما شويه كمان هنخليك توب التوب ونمبر 1 ومعانا كل شيء متاح. اشوفكم الحصه الجايه. السلام عليكم ورحمه من الله وبركاته.